السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالة الأم الصحية هي أهم أساس بناء عليه أقدر أختار الهدية المناسبة. يعني لو الأم بفضل الله بصحة جيدة، يعني ممكن هدايا دلع زي ساعة أصلية أو مجموعة كريمات عناية بالبشرة أو جهاز بيعالج مشاكل البشرة، حاجة كده تديها طلة أصغر 10 سنوات، أو قطعة مجوهرات حسب المقدرة. لكن لو الأم بتعاني من مشكلة صحية، ربنا يحفظ أمهاتنا جميعا ويعافيهم، يعني مثلا لو الأم بتعاني مشكلة بالجهاز التنفسي، هيبقى أفضل هدية لها فلتر ينقي ويعقم الهواء ويخليها قادرة تتنفس بعمق وراحة. لو عندها مشكلة بالكلى، هيبقى أفضل هدية لها فلتر مياه قال عنه الأطباء في مؤتمر المياه الأخير بالقاهرة إن ميته ماء حيوي بيشبه المياه اللي بيغسلوا بيها الكلى في المستشفيات، وإن له تأثير علاجي رائع مع الاستمرار بشرب مية الفلتر على المدى الطويل. طب لو بتعاني من السمنة، هيبقى أحلى هدية ليها شاي تخسيس يكون مكوناته طبيعية 100%، بيخسس ببطء وأمان ودعم بفيتامينات وبيدي حيوية ونشاط. لو المشكلة في القلب أو ضغط الدم أو السكر، هيبقى أنسب هدية مكمل غذائي فيه نسبة عالية من مواد البوليفينول. المادة دي بتحسن وظائف المخ، بتحسن مستويات السكر بالدم، بتحمي من جلطات الدم وأمراض القلب، وكمان مضادة للالتهاب. طب لو الأم ربنا يحفظ أمهاتنا جميعا عندها الكانسر، هيبقى أحلى هدية لها مكمل غذائي بيه نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وأهمها الجلوتاسيون. المادة دي بتحمي ال DNA للخلايا من مهاجمة الجذور الحرة وتحويلها الخلايا الخبيثة، وبيجدد شباب الخلايا وبيزيد مناعتها عشان تقدر تقاوم المرض. طب لو المشكلة مثلا صداع كتير وتشوش ذهني ونسيان كتير وفقدان الحيوية والنشاط، هيبقى ده نتيجة التعرض للتلوث الكهرومغناطيسي اللي ظهر في السنوات الأخيرة نتيجة إشعاعات الموبايل وأبراج تقوية الشبكات المحمول وخطوط الطاقة والأجهزة المنزلية الحديثة وغيرها. هنا هيبقى أحلى هدية ليها هي قلادة الطاقة اللي بتحمي الجسم من التعرض للموجات دي. موجود على القناة فيديوهات مفصلة عن كل منتج من المنتجات دي، بيوضح كل شيء عنها، ورقم التواصل للاستفسار أكتر أو لطلبه من الوكيل. واللي عنده أي سؤال يكتب لي في كومنت أسفل الفيديو، برد على كل التعليقات. وكل عام وكل أم بألف خير.